السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. هنعمل النهارده السينابون رولز بطريقة سهلة جدا. احنا عارفين قطعة السينابون بره بتبقى غالية جدا جدا كمان. وكمان بتبقي محتاجة اكتر من قطعة. تعالى نعمل النهارده مهرجان من السينابون باربع كوبايات بس من الدقيق. هتعمليه بدون اي يعني حاجات مش موجودة في البيت، هتعمليه في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. شايفين متغرقه صوص ازاي؟ الصوصات دي كلها عاملينها في البيت، مش شاريين اي حاجه من بره. مفيش بس غير صوص الشوكولاته، وممكن كمان نعمله في البيت. انا عملت معاكم صوص الكراميل، وهنعمل مع بعض الصوص بتاع السينابون. وطبعا صوص الشوكولاته بيبقى سهل جدا جدا. شايفين الطراوه بتاعته عامله ازاي وغرقان صوصات، مع انه سهل جدا ان تعمليه في البيت بدل ما تشتريه من بره باسعار خياليه. يلا كده نقول بسم الله ونعمل مع بعض العجينه بتاعه السينابون. جبت كده كوبايه الا ربع من الميه. انا هعمل كده حاجه زي محسن كده الخبز، وحطيت عليه ربع كوبايه من الدقيق، وهقلبه على نار كده هاديه لحد لما يبتدي ان هي تعمل معايا عجينه. هفضل اقلب كده بالمضرب بتاعي او المعلقه لحد لما تعمل عجينه بالشكل ده. دي بتعتبر ان هي تبقى محسن خبز. ممكن تستخدميها في كل مخبوزاتك كمان، حلوه جدا وهتفرق معاكي في العجينه بجد رهيبه. هبتدي كده ان انا احطها في طبق واغطيها. لازم اغطي الوش بتاعها عشان الوش بتاعي ما تعملش وش كده ناشف من فوق. هغطيها واسيبها على جنب، وابتدي اعمل الصوص بتاع السلمون بتاعي. عندي هنا 7 قطع او 8 قطع من الجبنه الكريمي، او الجبنه المثلثات. لو ما عندكيش تحطي جبنه كريمي، تحطي تقريبا 4 معالق. وعندي هنا الحليب المحلى المكثف اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. هقول لكم ان انا هنزل لكم اللينك بتاعه. وحطيت كمان معلقتين من الكريم شانتيه البودر. هضرب المكونات دي كلها كويس جدا بالمضرب كده الكهربائي بالشكل ده لحد لما يتقل معايا ويبقى بالقوام ده. هنزل عليهم كده وانا بضربه كده تقريبا بنص كوبايه من اللبن. وهضرب المكونات كويس جدا، هيبقى معايا بالقوام ده. هبتدي ان انا بقى احطه بقى في كيس الحلواني، واحطه في التلاجة لحد لما ابتدي اعمل العجينه. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، معلقه او معلقه ونص من الكريم شانتيه باودر، ممكن تستغني عنه. عندي معلقه كمان حطاهم على البيكنج باودر، مع حاطه معلقه بيكنج باودر. وعندي بيضايه، والمحسن اللي احنا عملناه محسن الخبز. وعندي معلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره خميره فوريه، وحطيتهم على كوبايه من اللبن الدافي. لازم اللبن يبقى دافي، ما يبقاش سخن قوي ولا يبقى بارد. لو يبقى سخن قوي هيبتدي يموت لي الخميره، ولو بارد مش هيشغل الخميره. هقلبهم كويس جدا، وابتدي بقى احط البيضه كده على الدقيق والبيكنج باودر وحطيت ذره من الملح. وطبعا معلقه ونص من الكريم شانتيه. انا هكتب لكم كل المكونات عشان لو نسيت حاجه هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف. واحط الزبده بتاعتي. عندي معلقتين كده من الزبده الطريه، وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هبتدي اعجنها كويس قوي قوي. لو عندك عجان هيفرق معاكي في الوقت. هتعجني لمده 10 دقايق متواصلين. هعجنها كويس جدا. انا هنا اول هلمها بالمعلقه، وبعد كده بقى هنزلها على البورد بتاعي او الرخامه بتاعتي، وابتدي اعجنها كويس جدا لحد لما اوصلها للنتيجه اللي انا هوريها لكم دي دلوقتي. ابتدي كده اعجن بايدي الاول، هلمها وبعد كده انزلها على البورده هلمها كويس جدا. العجينه دي هشه جدا طريه، طعمها حلو قوي قوي وبجد يعني رهيبه. ممكن نعمل حاجات في البيت بتبقى غالية بأسعار خيالية بره، وتعمليها في البيت هتديكي كمية أكتر. وفي نفس الوقت حتى لو مش هتوفر معاكي هتديكي حاجات نضيفة عاملاها في البيت كويس قوي. لميتها وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم أغطيها لمدة من نص ساعة لساعة على حسب درجة الحرارة. لو في الصيف بتحطيها نص ساعة، لو في الشتاء عشان تشغلي الخميرة هنقعدها لمدة ساعة. ابتدي كده بقى خلاص انا هركنها نص ساعه. اعمل كده بقى الحشوه اللي انا هحطها في السينابون. عندي هنا نص كوبايه او 4 معالق من القرفه. حطيت عليهم 4 معالق او 5 معالق من السكر، ومعلقتين من الزبده. هعجنهم كويس قوي واسيبهم بالشكل ده، وهركنها على جنب. العجينه بتاعتي خمرت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابتدي كده انزلها من الطبق، وابتدي ان انا اقسمها على 3 كور كده، واغطي الكور اللي انا مش هشتغل فيها. وابتدي بقى ايه، لازم اغطيها عشان الوش بتاعها ما ينشفش. وابتدي كده افرد اول قطعة كده بالشكل ده. احنا عايزين نعمل كمان فتة السينابون. احنا كده هنعمل اول الرولات بتاعت السينابون. هفردها بالشكل ده. المردانة دي حلوة جدا،
يعني بتفرق معاكي في الوقت، وفي نفس الوقت بتبقى بتنجز. هفردها بالشكل ده تبقى على شكل مستطيل، واجيب كده الزبدة والسكر والقرفة اللي انا كنت محضراهم من الاول. بعد ما افردها بالشكل ده بحوالي نص سنتي بالشكل ده، ابتدي افرد العجينة بتاعت القرفة والزبدة بالشكل ده، وبعد كده الفها رول بالشكل ده، واقفل كده الفتحه النهايه بتاعتها بالشكل ده بايدي عشان ما تفتحش معايا لما تخمر وتخش الفرن. ابتدي كده اقطعها بقى حوالي 3 صوابع كده بايدي، بكون باخد مقاسي كده بايدي بعمله، او ممكن تعمليها بالمسطره على حسب ما انت عاوزه. بس انا بعملها كده بمقاس ايدي كده، بتديني شكل اسرع وفي ثواني بتعمليها. جبت القطعه التانية كده وابتديت ان انا اكورها. احنا عايزين نعمل الفته بتاعت السينابون. اكور كده قطع صغيره كده وانزلها في زبده سايله، وبعد كده احطها في قرفه، حبه قرفه وسكر، ده قرفه على سكر، وابتدي ان انا اكورها بالشكل ده، واعمل كل الكميه الباقيه بالشكل ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي بقى الفته اللي بنقول عليها فته الرولز، سينابون رولز. هعمل كميه بالشكل ده، بس زي ما انتم شايفينها كل ده طالع من 4 كوبايات من الدقيق. شايفين مهرجان من الرول من السينابون رولز عملت بيهم، عملت 4 كوبايات، عملت بيهم مهرجان من السينابون. شايفين بالشكل ده؟ ابتدي بقى اغطيها واسيبها تخمر. بعد ما تخمر هتبقى بالشكل ده. شايفين تضاعف حجم كل قطعه ازاي؟ طبعا مولعه الفرن. اول ما ببتدي ان انا اخمرها تتخمر على حسب بقى التخمير بتاع الفرن بتاع المطبخ، درجه الحراره. لو في الصيف تخمريها على حسب، يعني ممكن ساعه، ساعه ونص لو في الصيف. لو في الشتاء بتقعد ساعتين. خمرت ودخلتها الفرن على درجه حراره 180، هتقعد معاكي لحد لما الوش بتاعها كده تحسي ان هو دهبي، وتطلعيها تبقى معاكي بالشكل ده. شايفين يعني بقى كل قطعه اخدت وضعها ازاي، وبقت القطعه بتاعتها زي ما بتشتريها من بره. ودي كمان اللي هعمل بيها فتة السينابون رولز. شكلها عامل ازاي؟ العجينه هشه جدا جدا كمان، بس هي سخنه، كانت سخنه جدا على ايدي. هبتدي كده احطها في القوالب بتاعتك، او تحطيها في الاطباق وتقدميها، بتبقى وهي سخنه صراحه بتبقى رهيبه. انت ممكن تفرزيها بالشكل ده، واما تيجي تفرزي كل قطعه وتفرزيهم، واما تيجي ساعه التقديم تدخليهم الميكروويف وتسخنيها وتحطي عليها الصوصات بتاعتك. احنا طبعا انا هنزل لكم لينك الصوص الكراميل اللي انا كنت عاملاه لسه من كام يوم. هنزل لكم كمان اللينك بتاعنا. عملت صوص الكراميل، وده الصوص السينامون بتاعي اللي احنا لسه عاملينه في اول الفيديو. صوص الكراميل، وكمان صوص شوكولاته. سيحت كده شوكولاته على حمام ميه وحطيتها في كيس كده، وابتديت ان انا احط الصوصات بالشكل ده على حسب ما انت عايزه. هنا بنوتي بتقولي مش عاوزه صوص شوكولاته، انا عاوزاه بدون شوكولاته. حطيت لها كده الصوصات ما عدا صوص الشوكولاته. شايفين كده؟ يعني الحاجات كلها موجوده عندك في البيت، حتى لو مش هنحسبها ان هي هتوفر، معناها هتوفر معاكي كتير عن بره، بحيث ان انت تاكلي براحتك، بتبتدي كميات اكتر. وغير كده كمان حاجه نظيفه وعاملاها في البيت، وممكن تقدميها تحطيها لاولادك كمان في اللانش بوكس، حلوه جدا. وفيها بقى فيها لبن وفيها بيض وفيها مكونات غذائيه كتير جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وكمان طريه جدا الصوص وهو مع السينابون، حلو جدا وطري مش ناشفه زي ما وريتها لكم. فتحت لكم كده واحده ووريتها لكم، وكمان هوريكم عن قريب كده بالصوص وانا باكلها بالمعلقه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلوه جدا جدا. حتى الناس اللي مش بتحب القرفه، صدقوني لما تجربيها كده وتدخلي معاها القرفه مش هتحسي بالقرفه. القرفه ملهاش طعم يعني جامد قوي، بس بجد رهيبه. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.